يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز لمواصلة تصدره جدول المسابقة بعد تحقيق الفريق الفوز على نادي إنبي بهدفين نظيفين في الجولة الماضية. وسيلتقي النادي الأهلي مع المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة 13 لبطولة الدوري العام المصري يوم الخميس القادم 12 يناير في 7 مساء بتوقيت القاهرة 8 بتوقيت السعودية وقطر على استاد برج العرب، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس. ويدخل النادي الأهلي اللقاء معتليا قمة ترتيب جدول المسابقة برصيد 30 نقطة في المركز الأول بفارق 5 نقاط عن نادي الزمالك، بينما يتواجد المصري في المركز العاشر برصيد 14 نقطة. وصرح طبيب الفريق أحمد أبو عبلة أن أحمد نبيل كوكا خضع لفحوصات طبية دقيقة بعد إصابته في مباراة إنبي الأخيرة وارتطام الكرة في وجهه، وأن الفحوصات أثبتت سلامة اللاعب تماما وتم منحه راحة من المران الجماعي لمزيد من الاطمئنان على حالته. كما شارك حمدي فتحي لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية للفريق تمهيدا لعودته للمشاركة في المباريات بعد خضوعه لتدريبات علاج طبيعي للتخلص من شد خفيف في العضلة الخلفية. وأعلن النادي الأهلي عن تحويل صفقة عبد العزيز يعقوب إلى إعارة بنية البيع بدلا من الشراء النهائي بسبب التاريخ الطبي للاعب وخضوعه لأكثر من عملية في ركبته من أجل المحافظة على حقوق النادي. وينتظر النادي رد اللاعب والنادي البرتغالي لحسم الموقف بشكل نهائي.